جدول جعفر العمدة فيرسس جدول المذاكرة. هارين انتوا نفسكم جداول المذاكرة من اول السنة وبتبذلوا مجهود في حط الجدول اكتر من المذاكرة بجد، وكل جدول تحطه تقول خلاص هو ده الجدول اللي هيخلينا اجيب المواد في شوية، وفي الاخر انت اللي بتيجي في شوية. ما تتعلموا من جعفر العمدة، قيادي وحكيم، ما بيحطش اهداف طويلة المدى، يعني ما بيأجلش انه يعلم على عيلة فتح الله كل شوية، على الهادي خالص، مش انت اللي المواد كلها معلمه عليك. جعفر عامل جدول وماشي بيه حياته كلها بكل نظام، عارف ان لازم يبقى عنده صبر عشان يعرف ياخد اللي هو عايزه ويحقق اهدافه، يعني صابر على كل العلامات اللي بتقول ان سيف ابنه ومستني الحلقه الاخيره عادي. فما تجيش بقى وانت بتحط الجدول بعد الفيديو ده تعمل فيها سوبر هيرو وتحط 15 حاجه في اليوم. باشا انت مش زويل، انت احمد عادي، فخليك عادي وما تحطش حاجات كتير في يومك علشان لو ما حققتهمش كلهم هتحس بالاحباط. فخليك جامد واكتب الحاجات اللي انت فعلا تقدر تخلصها، حط دروس تقيله ورخمه مع دروس خفيفه وسهله علشان تقدر انك تحس بانجاز، وقسم وقتك ومجهودك عليه. بنخلص التقيل الاول ونرتاح شويه، بعدها نشوف الحاجات الخفيفه بتقول ايه. اول ما تخلص الحاجات اللي انت حددتها لنفسك هتحس انك واقف سندال قدام المواد. ما تخليش مواد تعلم عليك، خليك جعفر العمده مش تيمو فتح الله.